أهلا بكم من جديد. مواهب أخرى، مواهب خارقة أخرى، أبطالها هذه المرة أحمد سيد محمود الذي سيعزف لنا على الأورج، وكريم عبد المقصود الذي سيعزف لنا على الدف. مش كده كريم؟ اسمه الدف، وبيغني كمان، مش بس بيعزف وبيغني. أحمد مساء الخير. مساء النور. إيه الأخبار؟ الحمد لله. تمام؟ تمام. قد إيه عمرك يا أحمد؟ سنك كام؟ أنا كنت 8 سنين. 8 سنين؟ وبتعزف على الأورج من كم سنة؟ كنت صغير، أنا كنت بعزف زمان. مين علمك؟ أنا كنت متعلم أستاذ رجب. وبتعزف إيه؟ أغنية توبة وعرفت. كريم ازيك؟ ازيك يا استاذ توني؟ ماشي الحال؟ باللبناني هي ماشي الحال؟ يعني تمام؟ تمام؟ كويس؟ كويس يعني؟ كويس. بقالك قد ايه بتعزف على الدف؟ بعزف على الدف. احنا بنقول الدف. بعزف لوحدي يعني. وبضرب ايقاع على الطبلة. على الطبلة كمان. بقالك قد ايه مدة؟ بقالي 22 سنة. 22 سنة. عمرك قد ايه؟ سنك كام؟ أنا سني قد 22 سنة. طيب خلينا نشوف التقرير وبعدها بنرجع نسمع اللي حابين تسمعونا اياه. اوكي؟ اوكي. يلا. أنا اكتشفت إن هو عنده تأخر ذهني وهو عمر 4 سنوات، وبعدين لما تم 5 سنين ابتديت أقدم له في المدرسة بتاعة الفورير اللي في الظاهر، ودخلها وابتدوا بقى هم ينموا المواهب ديت والأنشطة عنده لغاية ما يعني واحدة واحدة، وقضى فيها 11 سنة اتعلم فيها بقى أكتر حاجة اتعلم فيها اللي هي الأورج، العزف على الأورج. الغنى ده خده لسه جديد، بس هو كان حته العزف على الايقاع، لان كان ليه عم كان معيد في الموسيقى العربيه، وانا اصلا ما شفتوش، بس انا لقيت الادوات بتاعته كانت عندهم في البيت، ابتدى هو ياخد يطبل عليها من غير ما اي حد يقول له عن حاجه. نفسي اطلع مطرب وفنان. صوتك حلو كريم؟ صوتي حلو والله يا استاذ توني. هنسمعه النهارده يعني؟ هتغني لنا ايه؟ اغني لكم اغنيه استاذ وديع الصافي على رمش عيونها. يلا حبيبي، يلا احمد. على رمش عيونها قابلت هوا، طغى عقلي مني وقلبي هوا. على رمش عيونها قابلت هوا، طغى عقلي مني وقلبي هوا. وانا ياللي كنت طبيب الهوى، والاهل العشق ببيع الدوا. من نظرة لقيتني صارع الهوى، من نظرة لقيتني صارع الهوى. يا بوي يا بوي. شكرا شكرا. ايه حضرة المؤلف والملحن عزيز الشافعي؟ والله انا عايز احييهم الاول، وعايز احيي اكتر اهل احمد وكريم. عايز احييهم تحيه يعني خاصه جدا مني انا، لان هو ازاي بياخدوا بالهم من حاجه زي كده، ان هم الموسيقى، اهميه الموسيقى في تكوين الانسان السوي او اي واحد يعني. هم على فكره بيعزفوا صح وبيغنوا صح، وحتى كريم ظابط الطبقه بتاعه التوناليتي بتاعه الاغنيه، رغم انها صعبه شويه، التوناليتي مش سهله يعني. انا يعني سعيد ان انا بشوف حاجه زي كده بصراحه، مبسوط ليهم جدا، مبسوط ان هم بيناموا مواهبهم. يعني عندهم مشروع، يعني بتحس انه عندهم حابين يعملوا فرقه طبعا من زملائهم، انه فرقه يقدروا
يعني يعملوا فيها حفلات ويطلعوا كل اللي في داخلهم بالفعل. هو بيعمل حاجات ناس ما تعرفش تعمل، ناس كتير ما تعرفش تعملها. أنا هو ما قدر بعرفش ينمي موهبته. احنا ما نعرفش. حضرتك شاطر في الحساب. انا في الحساب سيبوني في الحسابات، حسابي معاكي بعدين. كل حاجه هتكوش على كل. ايه يا دكتوره، ايه رايك؟ انا بص مبهوره لان الجمال من جوه. ممكن يكون مطرب وصوته كويس جدا بس شايف نفسه صوته قبيح اصلا ومش قادر مفيش يطلع إحساس. مش ما عندوش السنس او الاحساس اللي يقدر يوصله لنا. فده شيء رائع، ودي طاقه بدل ما تبعثر او طاقه تتحول لكبت او تتحول لكره للمجتمع او كره لجسمه او كره لخالقه، لان في ناس كتير بتكره خالقها لانه اداها اعاقه معينه. فدي طاقه بتطلع، يعني انا مثلا عشقي وغرامي الميه، التوازن، الحركات اللي ما بعرفش اعملها بره على الكرسي بقدر اعملها جوه الميه. فده من رحمه ربنا بينا انه بيطلع طاقتنا اللي جوانا في شيء احنا بنحبه. فانا بصراحه مبهوره، وطبعا مبهوره باولياء الامور، لان في اولياء امور كتير جدا طبعا بتستعر من ولادها وبتخبيهم وتقول لا. يعني انا نفسي عمري ما هتكسف ولا في يوم اني احكي اني انا كنت من عيله بسيطه، ولا هتكسف ان في يوم اكتئبت وكنت مكتئبه وكنت على شفا حفره من كل شيء. لكن انا دلوقتي الصوره تتكلم. فانت بتخبي ابنك ليه؟ بتخبي ابنك هديه ربنا ليه؟ بتخبيه عشان ايه؟ ابنك ده استثمار، يا تصنع منه بطل يا تصنع منه مجرم. شوف مين ورا اديسون ومين ورا مثلا اينشتاين، مين ورا الناس دي كلها غير امنت وصدقت بابنها. طبعا حضرتك اللي عملتي الحمله الانتخابيه بتاعتك. طبعا ده انا اصلا ما جبتيش حد. لا خالص، ما جبتيش حد. لا طبعا عملت حملتها وحمله النساء الاخريات كمان. ما شاء الله عليها يعني. طيب خلينا نروح فاصل، بعد الفاصل بيكون ضيوفنا معانا هنا. شكرا يا احمد، شكرا يا كريم. فاصل صغير قوي ونعود.